ساعات بنسأل، هو السبلاي تشين مانجر ده بيعمل دوره صح ولا لا؟ أو هل ممكن الدور ده يتعمل بشكل أحسن من كده؟ تفتكر الفيصل هيكون فين؟ السبلاي تشين مانجر دوره إنه يستغل موارد وريسورسز معينة عشان يحقق بيها اوتبوتس وديليفربل، بس مهم جدا إنه يحقق الكلام ده within budget. طب ليه؟ أي شركة بتشتغل بتهدف للربح. لو احنا جينا قلنا إن الأرباح بتاعتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مبيعاتي، أنا بشيل منها التكاليف بتاعتي. طب لو أنا عايز أزود الأرباح بتاعتي المفروض أعمل إيه؟ يا إما إني أزود مبيعاتي، يا إما إني أخفض تكاليفي، وده نوع من السلوك اللي بيلجأ ليه معظم الناس اللي في السبلاي تشين. خلينا نقول إن ده traditional thinking شوية في السبلاي تشين. طب وات إف؟ ماذا لو ممكن أعمل الاتنين مع بعض؟ أقلل التكاليف بتاعتي وأزود مبيعاتي. شركة أبل واحدة من أكبر الشركات اللي في العالم جت قررت في وقت إن هي تصغر العلبة بتاعة الآيفون علشان خاطر إن هي تقلل التكاليف، وعلشان تقدر إن هي تقلل التكاليف وتصغر العلبة كمان بدأوا بالعكس يشيلوا بعض الاليمنتس اللي لقوا إن معظم الكلاينتس بتوعهم ومعظم الكاستمرز ممكن ما تستخدمهاش. فهو فكر هنا جزء ان الكونسبت بتاعه لين، وجزء تاني كان كوست سيفنج. لين علشان هو بص على الفاليو عند الكلاينت، لان الكلاينت بيستخدم نفس الشاحن القديم ولسه ما احتاجش انه يستخدم الجديد. طب انا ليه اكلفه وازود عليه سعر شاحن جديد وهو اوريدي مش هيستخدمه؟ طب ما انا اشيل تكلفته وامبروف الكوست بتاعتي واقلل كمان الباكجنج ماتيريال وازود الارباح بتاعتي. ومش بس كده، محافظ على نفس الرينج والماركت سيجمنت بتاعي بنفس almost البرايس او even more مع الانفليشن، وفي نفس الوقت تكاليفي قلت. وبكده انا قدرت في حركه واحده اني اقلل تكاليفي وازود كمان المبيعات بتاعتي، فبالتالي ينعكس ده على الربحيه.